هذا أحد الأخوان قص لي قصته، وقصة والله عجيبة. يقول أنا تعبت على نفسي وتخرجت والتحقت بإحدى الشركات اللي تابعة للحكومة، شركة تملك منها الحكومة أسهم كثيرة. يقول ومثل أي شاب جيت معي شهادتي ومعي علمي اللي درسته، أبي الخبرة وأبي أحد بعد يساعدني. ويا أخوان هذا دور المدراء اللي يحتوون الشباب. ترى الولد جاي بخبرة قليلة، إن غاب ولا انضاق صدره ولا شفت نفسيته ما بزينة، أصبر عليه، لأنك أنت لك 15 سنة في العمل ومكتسب خبرات، لا تعامله بعقله، عامله بعقلك. فيقول سبحان الله تهيأ لي إني أكون عند أحد المدراء اللي يعني حريص جدا في مسألة الحضور والانصراف، مع أن عملنا ميداني حنا ويعتمد على الإنتاج. فيقول كلفت بعمل يبعد عن الرياض حوالي 30 كيلو، وأنا أستخدم سيارة الشركة وأستخدم جوالي، ما أعطوني جوال. فيقول يوم وصلت مقر العمل اللي أشتغل فيه، كل يوم أروح أجي أحط البطاقة هذه توقيع وأروح للعمل وأقعد هناك 8 ساعات ثم أرجع وأوقف وأروح لبيتي. يقول يوم وصلت عند موقع العمل اللي أنا بشتغل فيه، أنا ما شحنت جوالي ولا عندي شاحن، طفى الجوال ولكني قاعد أشتغل. يقول يوم انتهى الدوام وجيت أحط كرتي، إلا لقيت أنا موقف عن الكرت هذا مأخوذ مني ومحسوب علي هاليوم غياب. هذا كان مثل ما تقول يوم أربعة، كان الأيام ذي خميس وجمعة الإجازات. يقول والله إن الخميس والجمعة أني ما نمت. قالك وش اللي صاير؟ ليش وقفنا على البصمة هذه؟ ليش وقفنا على الكرت؟ يقول ما صدقت يوم السبت وأنا مصبح عند مديري، لا ومديري في قسم ثاني بيني وبين 20 كيلو في الرياض. يقول رحت له، سلام عليكم السلام، وش السبب انك وقفتني؟ قال انت ما داومت اليوم، ادق عليك جوالك مقفل. قلت جوالي شاحن. قال لا ما ينفع. يقول صار بيني وبين شد، انا ليلتين ما نمت افكر فيها العقوبه اللي قاعد يدبرها لي وايقافي عن ادخال الكرت. يا اخوان انا ودي اركز في ثنايا، حرام حتى لو انه ما حضر لا تخليه يقلق هاليومين هذه، خليه يدق الكرت، واذا جاء حاول تساله. يا سلام عليك. انت مدير وعندك 10 سنوات في الخبره، الرجل هذا مسكين توه متعين عندك، ليش تدمر نفسيته؟ ليش هاليومين هذه اللي ما نام فيها وهو مظلوم؟ والله ربي ما يوفقك ولا يبارك لك في رزقك. فيقول خدت انا وياه في جدال، اصر انت فيك انت ما فيك. يقول والله اني ما نمت، سهران 48 ساعه يا ابو عبد العزيز. هذا يقص عليه القصه. يقول والله انه شد معي، يقول تماسكنا باليدين، صار بيني وبينه شد في اليدين. يقول فكوا بينه، قال ما دامك في ادارتي لا تحلم انك بتترقى واسوأ التقييم بتجيك، وتتق الله في نفسك. يقول وانا اروح اداوم، يقول هذا اليوم حسب على غياب. يقول صار سبحان الله مستقصدني في العمل، ان جاء مكان بعيد نقلني فيه، ان جاء شغل مو بزين نقلني فيه. يقول 4 سنوات مرت علي، يعني انا في حالتي النفسيه ودمرني، حتى اهلي ما عاد اواجههم، اروح انام برا. يقول حاله ما يعلم فيها بين رزقي ويلا لقيت هالوظيفه وبين هالمدير اللي سبحان الله استقصدني. يقول ابو عبد العزيز خبرته 15 سنه، وانا حتى لو اخطيت في مسكي معه ولا شدي معه يجب انه يلقى لي العذر ان يومين ما نمت، وانه يعاقبني باشياء. مالكم في الطويله. يقول من ضمن الاشياء اني سيارتي اللي انا مسلمتني الشركه خربت، ورحت اسلمها للشركه اللي تصلحها، فقاموا اعطوني سياره موديل جديد مؤقتا حتى يصلحوا لي سيارتي. فشافها فامر مدير مكتبه قال قل لفلان يسلمني سيارته ويستلم سيارتي بداله. قلت انا والله اللي مسلمين اياها قسم السيارات ولا اني معطيه اياه، وهذه فيها مسؤوليه. يروح قسم السيارات يعطونا مثل سيارتي، صح اني موظف اصغر منه لكن هذه مسؤوليه حتى لو انا مديري. يقولوا ناداني وتكلم علي قدام الموظفين زياده. ترى يا اخوان هذا كله فتره طويله، 2 3. يقول نقل واستقصاد، انا ادعي عليه دعاء ما تتخيلونه. يقول اني في ال4 سنوات ما اخذت اجازه الا شهر واحد، جيت واقدم عنده اجازه ابغى ارتاح ولعل الله سبحانه وتعالى يرد لي نفسيتي. يقول والله اني ما انام في بيت اهلي، اني اروح حتى اهلي يدقون علي اني احيانا. يقول وجه اقدم له 10 ايام رفض يعطيني الاجازه. 4 سنوات يا شيخ، 4 سنوات. يقول احاول في اي، يقول واطلع زعلان واحطها غياب واقفل جوالي. يقول وين انا فيه؟ يقول انا في مكان سبحان الله يعني مو لا اهلي ولا احد يدري عني. يقول ضايق صدق، ما غير افكر في الوظيفه وافكر في الرجال. ولذلك تشوفون احيانا جرائم تحدث
بسبب هالاشياء، ان المدير يزنق الموظف يعامله نفسيا، يضطر الموظف انه يرتكب جرائم قويه جدا. ويمكن تسمعون الكلام هذا، لعبت في نفسيه الرجال، بكره يدخل عليك مع شيء، مع سكين ولا ما له داعي. انت مطلوب منك الاصلاح، مو بانتاجيه العمل. ابن الرجل زائد ابن عملك، لكن لا تدمر الناس. التدمير بسيط. يقول المهم اني هال10 ايام قاموا جاني خطاب في الجوال، انذار ما قبل الفصل. يقول جاء الخطاب الثاني، انذار ثاني، يرفعه للمدير العام فصل. يقول ويكلمني واحد من الموظفين، انا محول جوالي على موجود، يا ابو فلان رد، يا ابو فلان رد. يقول هذا عزيز علي في المكتب، يقول يوم كلمته قال رحله بالحلال المدير العام رفض توقيع قرارك حتى يتاكد من المشكله هذه. يقول انا ما راح افصل موظف. هذا شوف المدير العام، شوف سبحان الله الفرق بين هالمدير وبين المدير. انا ما ابغى اظلم احد او افصل احد وانا ماني متاكد من السبب. يقول بعد الحاح من هالموظف، يقول يوم جاي يوم الاحد، يقول وانا احضر عند المدير العام. قال ايش فيك يا ولدي؟ هذا 5 ايام و5 ايام وشركتنا قويه ولا يمكن احد يقبل انه يفصل منها. يقول وعلمه القصه كامله من طقطق السلام عليكم. قال يا ولدي، يقول يذكرني بالله ويهديني ويفك من روعي. طبعا ما هو المفروض انه بيروح حاسب مدير اداره علشاني او انه يعاقبه، لكن ايش سوى؟ قال شوف خلنا عفى الله عما سلف. ال10 ايام هذه بعتبرها اجازه لك، هديه من الشركه ما هي من رصيدك، وبعطيك اجازه زياده، وبيك توعدني انك تكون موظف عند حسن الظن. يقول والله يا ابو عبد العزيز كانه منزل علي من السماء. يقول وقبل راسه واتشكر منه. يقول جزاه الله خير، احيا فيني الامل. قالوا ان شاء الله ما عليك الا العافيه، روح لمديرك وارفع عن 10 ايام هذه اجازه، وان شاء الله باذن الله الامور تنتهي. يقول اروح المدير وارفع الاجازه وياخذها ويوقع عليه ويحطها في الدرج. ما رفعها لشؤون الموظفين. يقول بديت ازاول شغلي مرتاح لها المدير العام متفهم المشكلتي. يقول يوم اخذت لي شهر صدر قرار بنقل المدير العام نائب رئيس، وهذا جاء مكانه المدير الاداري. يقول يوم تفاجأت ان تجيني رساله فصل، خطاب فصل 5 ايام على ال10 ايام اللي انا اخذتها اجازه. يقول وجهي قلت انا مقدم اجازه. قال مالك شيء عندي. يقول واروح للنائب اللي هو هذا والحق. قلت انت اعطيتني الله يجزاك خير اجازه من عندك وعطيتني 10 ايام اجازه. الرجل ما رفعها. قال صحيح. قال يرفع السماعه ويكلمه. يقول يتكلمون شوي شوي. قال رح له ان شاء الله والامور يسمع. يقول واروح له. يقول يوم رحت له ولا مشى الاجازه واعتبرت اجازه. يقول بديت في عملي صرت ايش اتحاشاه، لانه قال لي المدير العام قال حاول انك تلتهي في عملك وانك تنتجي ولا تجيه ولا يصير بينك وبين اي احتكاك. تقايمي كل الفتره الماضيه كانت سيئه، يسمونها مرضي. يقول قعدت 2 أو 3. يقول سبحان الله كان عندنا حاله طوارئ، فنقلوني في هالحالة وأثبت جدارتي فيها، وصرت المركز الأول في القسم هذا يوم جت حالة الطوارئ. وجانا من المسؤولين الكبار وقيموا وضعي، وصرت بيني وبين أقل واحد وراي 45% نسبتي أعلى. الله. وهذه النسبة رفعت مديري هذا اللي بيني وبينه مشكلة، رفعت قيمته عند الإدارة. فأثنوا في التقارير قدامهم على الموظف هذا وأثنوا على مدير إدارة. فقاموا جاني وأعاد حساباته معي. يعني الحين الموظف ذكر في التقرير سبب في إني اي نعم. فجاني وقال ايش رايك نبدا صفحه جديده ونتعامل. يقول والان الحمد لله صارت علاقتي معه متميزه. يقول المدير النائب الرئيس هذا توفي، اللي هو كان سبب في سعادتي وسبب في اني انجح. فيقول والله يا ابو عبد العزيز اني ادعي له مع ابوي وامي من تفريجه همي وامتصاصه لمشاكلي. أنا يمكن غلط، لكن يحتاج لخبراتهم، أحتاج لطريقة إدارتهم لي. يا أخوان أنا من هالمنبر هذا أي واحد الله قلده مسؤولية ولا إدارة أفراد ولا حتى إدارة عمال يخاف الله فيهم، ترى اللي جايك توه جديد، حطه بدع معه، حطه من خبراتك، حطه خليك معلم له، وجهه. اخطيت اقعد معه قل يا ولدي هذا صاير كذا، وانت قدامك الحياه وهذه وظيفه وصعب انك تتركها. خليك يا اخي ملهم له. ليش مدمر؟ تدمير بسيط. فسبحان الله وانا اسمع نبرات صوته واسمع الكلام هذا، يقول والله اني ادعي لهذا الان له 4 و5 سنوات المدير، ادعي له مع ابوي وامي. وش قال له؟ قال له يا ولدي هذا وظيفتك واتق الله وانتبه لنفسك وذكره بالآيات، وابوك وامك لا تقطع فيهم بر فيهم تروح للبر وتقعد لحالك ولا شيء، لا. فيقول قال لي 20 كلمة مدة نص ساعة
عن تعليمي كله، خلتني أخلده في دعائي مع أبوي وأمي. يعني بسيط الكلام هذا، من يقدر عليه؟ فأنا من هالمنبر أبو عبد الحسولي إخواني أذكر المدراء، أذكر المسؤولين اللي تحت إدارات الموظفين، الظلم شين، لا تخلي الواحد يفكر نفسيا. ارسل له رسالة وقل يا ولدي إن شاء الله الصبح خير، وإذا جيت لي عطني في استفسارك. ما يمنع رسالة جوال بسيطة أو كلمة أو اتصال. ترى والله الناس طيبة والناس فيها خير، وخصوصا من مديرك. أنا دائما أقول عندي موظفين يقول لي المساعد حقي يقول أبو عبد العزيز موظفي، قلت أنت وش تبي مني؟ قال أبي منك الرضا بعد الله والكلام هذا. قلت الموظف يبي منك نفس الكلام هذا، فاللي أنت تتمناه من مديرك موظفك يتمناه منك. سلم على سيدنا محمد. هذه القصة يا إخوان يعني جاتني أمس، أنا كنت محضر أشياء ثانية لكن يوم وصلتني أمس قلت لازم أقولها لأنها مهمة جدا وتلامس أشياء. هذا رجل من قبيلة مطير، وهذا الرجل فاضل وأهل حلال وراعي إبل، ومنطقته حول حفر الباطن، ويذكرونه الناس بالخير. كان ما شاء الله تبارك الله يعني هالإبل يحلبونها وكل يجي ما يعرفه، الرعاية جنبه، السيارات كلها يعني تجي عند هالرجل ما تجي عند جيرانه. اللي ياخذ كيس حليب، واللي يجلس يشرب حليب، واللي وراها عشاء ولا وراها غداء. فالرجل هذا مذكور بالخير في هالمنطقة، وكان من كثر رعاياه احتاج عمالة، فاستقدم له عمالة من أحد الدول العربية، وجاء هاك العامل وأمر العمال اللي عنده قال جهزوا له فراش وجهزوا له خيمة وخلوه يسرح في البل. وصار هالعامل ما شاء الله تبارك الله يعني مع هالعمال، والرجل هذا مهتم فيه. إلا أن الرجل بعد حوالي فترة الإبل ما شاء الله توالد وتكاثرت، جاه أثر ودخلوه المستشفى. أنت الشايب مطيري هذا الشايب، جابوه ودخلوه المستشفى. يوم دخل المستشفى ويكشفون عليه ما لقوا شيء واضح وش فيه، ما في شيء. الأشعة تثبت أن الرجل طيب وبخير، لكن اللي تشوفه تدري أن الرجل منسى الحالة. وحاولوا يجيبونه عند الإبل، صار يا الله يقوم يعضدون له، الناس رايحة جاية عليه وتشوفه وتدعي له وتذكر الله عليه، لكن الرجل سبحان الله من حالة أسوأ إلى أسوأ. اضطروا عياله إلى أنهم يسافرون خارج المملكة، سافروا به إلى بريطانيا لندن، وصار ما عاد يأكل أكثر، صار سبحان الله على المغذيات، وحتى أنهم والله ذكروا أنه يعني يمكن أنه موات الرجل. الإبل إذا راح راعيها حتى هي تكدر خاطرها ويضيق صدرها، لأنه ما شاء الله تبارك هي تعرف سبحان الله تحن عليه. يقول واحد أن صار اللي واليها واحد من العيال وعنده وظيفة، فالرعيان صارت تروح عند محلات الإبل الثاني ويسولفون مع بعضهم. في ذاك الأثناء بطل قصتنا هو الله يذكره بالخير مشعل الظفيري أبو منيف. يقول أبو منيف كان عندنا دوريات للجوازات على أساس تتفقد العمال اللي ما عندهم إقامة. يقول فكانوا رايحين لعزبة ناس عندهم إبل بنشوف نتأكد من الإقامات صحيحة ولا لا. لقينا عندهم عامل مو على كفالتهم، وهذا مخالف للنظام. يقول فجابوه العمال من ضمن، جابوه الأفراد من ضمن الناس اللي نحقق معاه. يقول طبعا مع شنطته ومع أغراضه حطيناها في العهد. قلت له وين الكفيل؟ قال كفيلي مسافر لبريطانيا. قلت طيب وشلون تشتغل عند ناس؟ قال أنا ماني بشتغل عندهم، أنا رايح أسلي عمري وياهم وراجع. قال خلاص أجل اتصل على من يثبت هالكلام. يقول فقام دق على عيال الشايب اللي موجودين في حفر الباطن. يقول يوم جو قالوا نعم هذا حنا أبوي كفيله وأبوي يحبه ونرجوكم رجاء أنكم ما تضايقونه. قال لهم حنا مضايق بس اثبتوا أن الرجل هذا أوراقه صحيحة. فجابوا ما يثبت أن الأوراق هذه صحيحة. فكان الأبو علموه في لندن قالوا أن العامل الفلان مسك، تخيلوا. فقال لا أبي أرجع علشان أطلقه مع أنه مريض وتعبان، يحب شديد مرة، بل أنه قال ترى ما طلع بكرة ولا بعده ترى شيء عظيم عليكم يصير. فيقولون للضابط أبو منيف يقولون له هو منيف أبو مشعل الظاهر،
يقولون له يا ابن الحلال، قال خلاص إن شاء الله بإذن الله. خذ الأوراق ولقوها رسمية ووقع إطلاق سراحة وراح معاهم. يوم وصلوا نص الطريق ذكر عهدته اللي ناسيها عنده، فرجع. يوم جاي يقول يوم جاني قال ترى في أغراض اللي ماخذينها، يعني أنتم حاطينها عندكم في العهدة. قلت خير إن شاء الله. يقول يوم جبت الأغراض، ولذلك أنا من هالمنبر هذا أقول بعض الناس سبحان الله يهديه ربي إلى أمور فيها حياة آخرين. يقول يوم جبت الأغراض فحبيت أني أعطيه إياه، لكن لقيت كيس لفت نظري. يقول يوم شافني الأخ هذا وشافني بالفاتح الكيس قال لا تفتحه. قلت هذا وشو؟ قال هذا إصرار أو نوع من يسمونه الله يعطينا وياكم القلادة، تمنع عني الثعابين وتمنع عني قرص العقارب والذئاب. عجيب. يسمونها تمايم. تميمة. قلت وش التميمة هذه؟ أنت ما تخاف الله؟ هذه تشرك فيك. يقول يوم فتحتها لقيت فيها شعر وأظافر. يقول قلت للعيال يا شباب، قال نعم. قلت أنا أفضل، كان ذاك الوقت على أيام هيئة الأمر معروف، نتصل على قطاع الهيئة هم يفهمون في الأمور هذه ترى. قالوا لا يا رجل الوالد يبيه وأبوي معنا بالتلفون الآن يكلمنا. قلت لا والله هذه ما خليها. وهذه مبادرة من الضابط الله يجزاه خير في هالموضوع هذا. يقول فأعطيت الأغراض كلها إلا هالتميمة. زعل هو وتضايق. قلت ما تزعل ولا تضايق، هذه ما هي عندنا، ما يجوز هذا شرعا. يقول راح، يقول أنا قضيت عملي ومشيت في أموري. يقول يوم جاء نص الليل وأقوم أصلي ركعتين وأجيب هالتميمة. يقول يوم جبتها أو استغفر الله ظاهر لا قبل الوقت هذا، يقول خدتها وبديت أقرأ عليها الآيات اللي الله يعافينا وياكم تفك، المعوذات وآية الكرسي، وما استحضرته من آياته. لا هو بشغله ولا هو بعمله، بإمكانه يعطيه التميمة، بإمكانه يرميها الله يعزكم في إيش، في هالزبالة. لكن يقول قمت أقرأ عليها. يوم بديت أقرأ ومن الكلام هذا كله أبوه يقول يجيني اتصال من ولد الشايب، يا شيخ. قلت نعم. قال أنت وش سويت؟ قال والله ما سويت شيء. قال الوالد كلمنا طالب أكل وطيب في لندن. والله يا أخوان أنا جايب اسم القبيلة واسم الرجاجيل علشان تتأكدون القصة يعني حقيقة وثابتة عندنا. شلون؟ قال والله الرجل له الحين شهر ونص في لندن ما يأكل على المغذيات، قبل ساعة وساعة ونص الرجل ما فيه إلا العافية، قام على سريره. قلت أجل ترى التميمة اللي عندي قعدت أقرأ عليها وحرقتها وأتلفتها بطريقة صحية. يقول قال بس أصلا الرجل هذا من دخل عندنا في الإبل وأبوي متغير الحالة، أثره يا أخوان مسبب عمل أو مسوي عمل لصاحب الإبل علشان يقول حتى الآن قمنا نسترجع فعلا كان الرجل حتى يعني مكرمه، ولا هو بيقوم بالشغل مثل الرعيان الثانيين ويعطيه فلوس ويخليه يروح للحفر يقعد باليوم واليومين والثلاثة ولا يسمع أحد يقول فيه شيء. يعني ما كنا نتوقع أن الأمر يصل هذا، لأن هذا الرجل جاي من بلد إسلامي. قلت المهم الرجال هذا يجب أنكم على قولة القايد تنتهون معه. يقول وحنا نروح معه ونحقق وياه ويثبت فعلا أنه مسوي عمل الوالدنا. فأي نعم قد فيه مثل ما تقول سحر. فيقول فك الله سبحانه وتعالى والدنا بفضل هالضابط اللي الله يجزاه خير، يعني تعامل مع هالموضوع بطريقة صحيحة وبادر، يعني هذا مو من عمله، بادر انه يفك السحر عن والدنا. والرجل هذا يعني ذكرناه بالله وجبنا له الشيخ يحدث عليه وقلنا اتق الله في نفسك انت. الرجل كان موات، كان بيروح له بيموت، والسبب عملك اللي انت تعمله. فوالله ما تدري يمكن انك تدخل النار بهذه الاعمال اللي انت صدقتها، فضلا على انك تتسبب في مقتل ناس اخرين. فمن هالمنبر يا ابو عبد المحسن انا اذكر داعيه راح لاحدى الدول الخليجيه، يقولوا القيت محاضره في سوق وجوني نساء وكل واحده معها تميمه. قالت هذه يا شيخ سحر، هذه سحر. يقول مليت كرتون زباله بسبب هالتمايم اللي يقولونها سحر. هذا السحر بعينه وعلمه. اتقوا الله. من يعني في من اتى ساحر فصدقه في الحديث ابو محمد يعني اسعفني. فيا اخوان والله الموضوع هذا موضوع خطير وبدأوا الناس تتساهل فيه، وهذا بعد عن الدين.
يجب ان احنا نتنبه. الله سبحانه وتعالى يطلع على نياتنا ويطلع على قلوبنا. لا تؤذي اخوك المسلم في كلمه، لا تؤذي اخوك المسلم في امر بسيط، فضلا على انك تمحقه ولا تسوي له عمل، تفصل رجل عن مرأة أو تفصل مرأة عن رجل أو أخ عن إخوانه. الأمر خطير جدا ويجب أن احنا نتنبه فيه. وللأسف إن في حالات من هالأمور هذه منتشرة، ما هو جهل، لا والله أنهم يدرون أنه حرام، ولكن سبحان الله يبي أنه يصل للخير بأي طريقة. أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهالقصة. جزاك الله عني خير. الله يسعدك ويبارك فيك. جزاك الله خير.